السلام عليكم. تعالوا النهارده نتكلم عن موضوع الشركات. ليه اصلا تفتح شركه في كندا؟ ويا ترى الافضل ان انت تفتح شركه ولا تخليك موظف، ولا الاحسن انك انت تجمع ما بين الاتنين؟ ولو جمعت ما بين الاتنين ازاي اصلا توصل لاقصى استفاده ممكنه من القوانين اللي الدوله بتقدمها لك؟ ويا ترى ايه هي انواع الشركات وامتى تروح لنوع شركه معين؟ كل الاسئله دي واكتر كمان تعالوا نتكلم فيها في حلقه النهارده. قبل ما ابدا بس خلينا نوضح حاجه، ان الحلقه دي بالتحديد هي حلقه للنقاش كده العام. ليه بقول كده؟ لان موضوع البيزنس وعالم الاعمال والكلام ده يعني مجال كبير جدا وفي تفاصيل كتير وليه خبراء وليه كل الكلام ده. فانا بس مش عايز اللي هو مجرد ان انا قاعد قدام كاميرا وبتكلم فاللي هو انت تاخد فكره عني ان انا راجل بقى خبير وبدي نصايح وكل الكلام ده. لا، الموضوع غير كده خالص. الفكره كلها ان انا بس بشارك معاك شويه معلومات عرفتها عن البيزنس الخاص في دوله زي كندا، وفي نفس الوقت بشارك معاك تجربتي والخطوات اللي انا مريت بيها في لحد المرحله الحاليه اللي انا فيها دلوقتي. خلاص كفايه رغي ولا نبدا على طول في حلقه النهارده. طيب خلينا اصلا في البدايه كده نتكلم ليه اصلا انت محتاج ان انت تفتح شركه في كندا. خلينا متفقين ان لعبه الفلوس في دولة، خلينا نتكلم عن كندا بالتحديد، هي لعبة ضرايب من الأول وفي الآخر. تعالوا ناخد مثال كده عشان نوضح الكلام اللي احنا بنقوله. تعالوا نتخيل مثلا في واحد عندنا أحمد ومحمد. أحمد موظف فول تايم وبياخد $100,000 في السنة، ومحمد عنده شركة أو إن هو سيلف امبلويد وبرضه المبلغ اللي هو بيعمله في السنة $100,000. وعلى افتراض إن هما الاتنين عايشين في نفس المستوى بالظبط، هل تعلم بقى إن محمد ممكن أو مش ممكن، هو في أغلب الأحيان لو هو فاهم القوانين كويس هيعمل فلوس أكتر بكتير من أحمد لمجرد بس إن هو سيلف امبلويد أو عنده شركة؟ لأن الدولة هنا هتديله امتيازات أكتر بكتير من أحمد. طيب هل معنى كلامك ده بقى يا عم ان انت بتقول لي ما تبقاش موظف وروح افتح شركة؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده خليني اقول لك على انواع الشركات، او خليني اقول لك برضو على انواع الشركات اللي انا شخصيا قريت عنهم وعرفت عنهم حاجات كتير. في اول حاجة ان انت تعمل سايد بيزنس ويكون تحت اسمك. يعني مثلا انت دلوقتي راجل يوتيوبر، او مثلا عندي متجر الكتروني ببيع وبشتري من عليه، او مثلا انا بعمل كورسات وببيعها اونلاين. كل الكلام ده وكل الفلوس ده بتدخل في حسابي انا الشخصي. البيزنس ده كله قايم تحت اسمي الشخصي. تمام؟ دي اول حاجه. الحاجه التانية ان انا يكون عندي شركه ويكون منفصله تماما عني وعن اسمي، انا ماليش علاقه بيها، انا بس مجرد صاحب الشركه، لكن الشركه ليها ضرايبها، ليها حسابها البنكي، ليها ارباحها، ليها كل حاجه منفصله عني. فدول النوعين الشركات اللي احنا عايزين نتكلم عنهم. طيب تعالوا نجاوب على السؤال اللي احنا قلناه في الاول. هل اللي انا بقول لك سيب الوظيفه خالص وان انت روح ركز في الشركات وافتح شركه؟ الاجابه طبعا لا والف لا. ليه بقول لك كده؟ تعالى نرجع تاني للمثال اللي احنا خدناه في الاول، احمد ومحمد، وتعالى نضيف عليهم كمان ايه، علي. علي ده راجل موظف فول تايم وبياخد برضو مرتب $100,000. تمام؟ لكن هو عاوز يبتدي بيزنس خاص ليه عشان يعلي من مستوى المعيشة بتاعه أو يأمن نفسه أو أيا كان السبب اللي هو عايز يبتدي البيزنس الخاص بتاعه. هنا هيجي سؤالين. أول حاجة، هل ده فعلا قرار صح إن أنا أشتغل فول تايم وإن أنا يبقى عندي سايد بيزنس، ولا إن أنا أدخل في سايد بيزنس على طول وأكبره وأركز فيه وأحط فيه كل مجهودي والكلام من ده؟ في وجهة نظري الحل ممكن يكون يعني هياخد وقت شوية او هيطول شوية، لكن انا في وجهة نظري ده الحل الاذكى، ان انا اكون عندي فول تايم جوب ويكون عندي كمان سايد بيزنس ابتديه على خفيف كده. السؤال التاني الاهم، طيب انا دلوقتي عايز ابتدي سايد بيزنس، ابتديه بقى تحت اسمي الشخصي ولا اعمل شركة؟ عشان نجاوب على السؤال ده خلينا نفهم الضرايب في كل نوع من النوعين دولت ماشي ازاي وتتحاسب عليه ازاي. لو انت دلوقتي شغال مثلا فول تايم وعندك سايد بيزنس ودخلت البيزنس ده تحت اسمك الشخصي، يعني ايه؟ مثلا انا دلوقتي شغال عندي قناه يوتيوب، لو في اي دخل جالي من اليوتيوب وحطيته تحت اسمي الشخصي اللي هو انا مش محتاج اصلا اسجل شركه ولا اي حاجه، ففي الحاله دي هيتعامل معايا ان هو في الاخر كله دخل شخصي. هيجمع لي المرتب بتاعي بتاع الفول تايم، وهيجمع لي المرتب بتاعي اللي انا جايبه من اي حته تانية غير الفول تايم، وهيتعامل معاه ان هو دخل شخصي ودخل واحد طبعا، وهدخل في شريحه ضرايب عاليه. ده بالنسبه لو البيزنس بتاعك ده تحت اسمك الشخصي. لو انت بقى عندك بيزنس بس فصله ومسجل شركه وعامل شركه وكل الكلام ده بشكل منفصل تماما عنك، يعني انت دلوقتي موظف فول تايم وعندك شركه اكس مثلا فيديو برودكشن، دي بتعمل فيديوهات يوتيوب، بتعمل كورسات، بتعمل اي حاجه منفصله تماما. انت في الحاله دي لما تيجي تقدم اقرارك الضريبي هتتحاسب على
الدخل بتاعك من الفول تايم. الدخل بتاع الشركة وحساب البنك بتاع الشركة دي قصة تانية خالص، والشركة ليها حسابها وليها ضرايبها وبعيد عنك انت تماما خالص، طالما ان الفلوس والارباح هتفضل في حساب البنك بتاع الشركة اللي موجود باسم الشركة. طيب السؤال بقى، امتى ابتدي البيزنس بتاعي تحت اسمي، وامتى ابتدي البيزنس بتاعي في شكل منفصل تماما عني؟ جينا بعد الفطار، حيث الواحد يبقى فايق كده وفي طاقة شوية يعني. المهم قبل ما انسى، لو انت لسه بتتفرج لحد دلوقتي وشايف ان الفيديو فيه اي حاجة مفيدة، متنساش بس تعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش مشترك يعني معانا، وتسيب تعليق عشان بس نقول لليوتيوب ان الفيديو ده يعني في حاجة مفيدة. طيب احنا دلوقتي عرفنا نظام الضرايب ازاي بيشتغل في الحالتين، ازاي بقى ناخد القرار الصح؟ باختصار جدا كده عشان ما اطولش عليكم، لو السايد بيزنس بتاعك ده انت بتصرف عليه ولكن ما بيجيبلكش فلوس، او اللي جاي على قد اللي رايح، او بيجيب لك مكسب بسيط جدا، فالافضل انك انت تدخل البيزنس ده تحت اسمك. ليه؟ لان في الحالة دي المصاريف اللي انت بتدفعها كسيلف امبلويد او كسايد بيزنس هتقدر تضمها مع المرتب بتاعك بتاع الفول تايم، فبالتالي هيعاملك على الاتنين ان هو دخل شخصي، حتى لو انت لسه مش بتكسب من السايد بيزنس بتاعك، لكن هتقدر تستفيد بالمصاريف اللي انت بتدفعها، تقدر ترجع جزء كبير من الضرايب اللي انت بتدفعها كفول تايم. طيب امتى بقى احول البيزنس بتاعي او السايد بيزنس بتاعي اللي انا بعمله بجانب الفول تايم ان انا اخليه في شركه منفصله تانية لوحده؟ اعمل ده في حاله ان السايد بيزنس اللي انا بعمله بدا يجيب لي فلوس كتيره اكتر من المصاريف اللي انا بصرفها. هنا مفيش اي معنى ان انت تحط البيزنس ده تحت اسمك الشخصي، لان في الحاله دي هيجمع لك الربح بتاع السايد بيزنس على الربح بتاع الفول تايم جوب، وهيبتدي يدخلك في شريحه ضريبيه عاليه وهتبتدي تدفع ضرايب كتير. لكن لو انت بدات تكسب من السايد بيزنس بتاعك ده، فالافضل انك انت تحول ده لشركه تانية منفصله بعيدا عنك، يبقى ليها الحساب البنكي بتاعها والضرايب بتاعتها ونظام الربح بتاعها وكل حاجه منفصله تماما عن وظيفتك الفول تايم. فخلاصه الكلام، انت عندك وظيفه فول تايم، ابتدي سايد بيزنس كده تحت اسمك لحد ما تبتدي تاخد على الموضوع وتشوف البيزنس ده هيشتغل ازاي والارباح بتاعته هتيجي ازاي. لما يبتدي يكبر شويه ابتدي يحول الموضوع لشركه وسجل وخليها منفصله تماما بعيدا عن اسمك. بس اتمنى يا رب ان الفيديو يكون فيه اي حاجه مفيده، ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب وتسيب تعليق عشان اليوتيوب يتبسط يعني ويفهم ان الفيديو ده فيه حاجه مفيده. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.